مجموعه كبيره قوي من العمليات. عمليه حزام المعده، عمليه تكميم المعده، عمليات تحويل المسار، كلها اسماء كتير قوي الناس بتقولها. صباح الخير. هنتكلم عن عملية طبعا كل الناس بتتكلم عليها وكل الناس عارفاها وكل الناس عايزة تعملها. هي عملية تكميم المعدة أو عملية السليف. ناس كتير فاهمة إن العمليات دي، عملية السليف، هي عملية لسه حاجة جديدة ولسه نازلة اتعملت قريب. لا، هي طبعا العمليات دي كلها يعني يمكن هي من أجدد العمليات. بس هي استعملت في حاجات تانية لاستئصال ورم في المعدة، إنما إنها تستعمل في جراحة السمنة فهي استعملت مش أقل من 20 سنة لغاية دلوقتي. ما هيش عملية جديدة ولا حاجة، هي عملية نتائجها كويسة جدا، بس برضو بنعيد اختيار العملية المناسبة للمريض المناسب. مش كل واحد هتنفعه عملية تكميم المعدة. يعني في عيان ممكن تكون معدته كبيرة، العيان ده ممكن تبقى معدته 4000 سنتي، اما هستأصل منها انا بسيب للمريض حوالي في المتوسط من 75 الى 125 ملي لتر، يعني هشيل اكتر من 95% من حجم معدته. وبالتالي مش كل مريض انا بشيل له نفس النسبة، في واحد هشيل له 85%، في واحد هشيل له 95%، حسب حجم معدتك. وبالتالي كل لما هشيل حجم اكبر، يعني انا معدتي كانت في الاول اكبر، انت هتستفيد اكتر. برضو المشاكل اللي احنا ممكن نواجهها مع عملية التكميم هي وجود شوية ارتجاع بعد العملية. بالعلاج مفروض الامور دي بتتحسن. هي العملية طبعا بتتعمل بالمنظار عن طريق ال5 فتحات المعتادة لأي عملية من جراحات السمنة. نتائجها طبعا بتوصلنا لأكتر من 70% من نزول الوزن، من الوزن الزايد. يعني لو أنا عندي 50 كيلو زيادة فأنا هنزل منهم حوالي على الأقل 35 كيلو على مدى سنة. هتختلف طبعا من عيان لعيان. في عيان هينزل 60% عشان هو ممكن ما كانتش هي دي العملية المناسبة ليه. في عيان تاني لا، هو بيتحرك وبيلعب رياضة وبيتحكم في كمية الحلويات اللي بياكلها والسكريات، وبالتالي ده ممكن نلاقيه واصل ل 90% من نزول الوزن بعد سنة. أهم حاجة اللي أنا أختار للعيان ده العملية الصح. عملية التكميم ما هياش العملية الأمثل لكل العيانين. مش كل واحد يجي يقول لي أنا عايز أعمل تكميم. ليه؟ عشان فلان عمل. لو سمحتوا احنا اللي بنختار. أختار لك العملية اللي تناسبك. في عمليات كتيرة جدا فوق ما نتخيل، وفي عمليات انتهت، في عمليات لسه موجودة، في عملية زي عملية التدبيس انتهت على مستوى العالم كله عشان ما كانتش حل امثل لكل العيانين. نتائج التكميم في مصر كويسه جدا، لان احنا شعب الى حد ما بناكل كميه اكل كبيره ومش سعراتها الحراريه العاليه زي في امريكا وفي اوروبا. عمليه التكميم برضو من العمليات الناجحه جدا في نزول السكر ونزول الكوليسترول وتحسن متلازمه الايض اللي اتكلمنا عليها قبل كده. ولكن برضو مش بنفس نجاح عملية تحويل المسار أو تحويل المسار. المهم اللي احنا نلتزم بالتعليمات بعد العملية، نلتزم اللي أنا باكل 3 مرات مش أكتر من كده، وباكل بطريقة سليمة عشان ما الاقيش عندي ميل دايما للترجيع، أو اللي أنا كل لما باكل حاجة بتتعبني. لازم التزم بالعلاج ولازم التزم بالتعليمات اللي انا هقولها لك بعد العمل.